اولا احنا نتحدث من حيث المبدا. دبل طلعناك دبل. تفضل عزيزي الاستاذ احمد. هنالك اكثر، يعني هذا الاسلوب البحث، اسمعني مو الاستاذ صالح، ولكن ما يطرح. عندنا 250 مقبره جماعيه، عندنا ناس مهجرين، عندنا شباب دفنوا احياء، عندنا حقيقه يعني كوارث خلفها نظام البعث، ولكن نطالب بنفس الشيء على اللي يختصموا ابن الدوائر الامن ان يجيب دليل. اصحاب المقابر الجماعيه اللي دفنوا ابنائهم بالشفلات عليهم ان يجيبون دليل، لذلك لم يحاكم اي بعثي، وعبرنا المرحله واختزلوا البعث بخمس ست اشخاص يتنقلون بين المحاكم، صدام واخوانه اثنين وكم واحد. وعبرت المرحله كلها. الان نطالب مافيات متخصصه، عندهم لجان قانونيه، سبقوا البلد في وضح النهار 6000 مشروع لجان اقتصاديه 6000 مشروع معطل. العراقيين يسمعوني والله الشعب العراقي شو، ونحن معك استاذ لا انت مو معي، ما عندي دليل اخي. استاذ فراس ارجوك ادب الحوار اولا اتهم اساليبنا بالاساليب البعث، وهذا مردود عليك. انا اذا اطرح ليس لك. ثانيا 6000 مشروع في عهد الحكومه السابقه اللي كنا معترضين عليها من الالف للياء. انت ليش ترد؟ انا دعيت فيهم طبعا كلامك مو منطقي يا اخي. اسمعني اسمح لي استاذ كمل يا عزيز. استاذ تفضل بفران. عزيزي ما معقول، هذا مو حوار، هذا احتكار للرأي. هذول محتكرين السلطه ومحتكرين الرأي ومحتكرين الشعب. واحد يطرح رأي. عزيزي يا استاذي عزيزي علينا ان نحل اللجان الاقتصاديه التابعه، نعرف مقاولين الاحزاب واحد واحد. احنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ونؤمن بقدره شعبنا وبراده شعبنا. راح يجي يوم يتحاسبون واحد واحد كائنا من يكون. ماكو لا اقطاعيه سياسيه ولا حزب سياسي ولا تيار سياسي. اكو يوم هذا الله يقول هيك، لازم الشعب يحكم، لازم اكو عقاب رباني. يعني اللي ما شاف صدام حسين شلون جاب المحاكمه كل شيء ما يعرف. ابو فراس 2018 قريب وداجت 2018 ونفس هاي الشعب هذا اللي انت معتمد عليه. لا هذا الشعب نفس المعتمد عليه انت، يروح ينتخبهم نفسهم وينصبهم. انت ليش مو ناس وزعت وظائف وناس وزعت مناصب وناس وزعت بطانيات؟ يا حبيبي يا عيوني، انت مجلس الخدمه الاجتماعي ليش معطل؟ انا اسالك ليش كل الاحزاب معطله مجلس الخدمه الاجتماعي اللي يعين من وكيل وزير الى الفراش؟ ليش معتمدين على المحاصصه؟ كل الاحزاب العراقيه شنو منجزها؟ ما عدا غير الوظائف. هسه لو تروح بالحملات الانتخابيه شنو منجز الاحزاب؟ شو تخاطب جمهورها؟ ما عدا غير الوظائف. اعينك شرطي، اعينك ضابط، اعينك موظف، اعينك سفير. وبالتالي استبعدوا كل الكفاءات، استبعدوا كل الطاقات. قبل الناس بعث لكي يعيش، والان حزب لكي يعيش. لازم يسمعون صوتنا. اكو خلل بالاداء، واكو احتكار للسلطه، واكو تزوير للديمقراطيه وتفريغها من اي محتوى وطني. الان الديمقراطيه ما عاد الديمقراطيه. جايك ابو يسر جايك وبترهي يا ابو يسر غير قادر على اداره، يريد يرضي الاحزاب. انت ما ممكن ترضي الاحزاب وترضي الشعب. لو ترضي الشعب شرضي لمن يرضي؟ لو راضيهم كان بقى وعبد انت وعبدان كان بقى وثقنا. في مقدمتك يقول ما زلنا نتباحث مع الكتل الاخرى. يا اخي نحتاج مجلس خدمه اجتماعيه، نحتاج مؤسسه العقود، نحتاج قضاء عادل، نحتاج الاحزاب تراجع نفسها، كل الاحزاب الكرديه السنيه الشيعيه. الخراب كبير ابو فراس خراب كبير. ارث الحكومات السابقه ما قبل 2003، ارث الاداء السيء والارهاب والضغط والوضع الاقليمي وغيره وسوء الاداره والفشل والفساد كبير. ولكن ايضا السياسيه اخي انت مو جاي تتابع الانتخابات الامريكيه؟ الان هنالك سباق انتخابات، يطلعون جيل جديد. انت راح تشوف طبقه سياسيه، وزير خارجيه ودفاع، وكلها جيل جديد. احنا يعني لو ديمقراطيه وتعني مراجعه، يعني ما معقوله واحد صار له بالحكم 20 سنه معارضه او 20 سنه بالحكم ويريد يبقي نفسه بعد 10 سنوات. يا اخي لازم تجرى انتخابات داخل الاحزاب. لو هي احزاب ديمقراطيه وعندها شرعيه ديمقراطيه، لو نبحث عن شرعيات اخرى، شرعيات شعبيه. يعني يجب ان تجرى انتخابات، يجب ان يتم معاقبه المفسد. انت تحكي لي على التجربه البريطانيه وتقول لي الدكتور حيدر البريطاني. يا اخي ملفات تطرح في الاعلام، اكو تقاليد حزبيه صارمه، خلال ساعات يعزل هذا السياسي المتهم. وشنو اتهاماتهم؟ متهماتهم مثلنا. هو مثلا الخادمه مالته اللي يريد يجيبها المفروض معاملتها 3 اشهر، يحصل لها فيزا اسبوعين. وزير تعليم يشوفوه دا يسوق يكذب، يقول هاي كانت زوجتي مو على سوق، حتى ما يعاقبوه بالنقاط لانه كان شارب راجع بوقت متاخر وكذا، فيستقيل راسه. احنا مصايب خويا، احنا خطوط جويه تمنع، احنا تسجيل ثروات، احنا عندنا مصايب كبيره تسقط حكومات، احنا عندنا انا امس سلس بالناصريه والله يا استاذ احمد. يعني جنائي، امن جنائي، التقيت باحد الاصدقاء يقول لي ناس مجرمين قتله عندهم سلطه مسلح وقاتلين ناس وبالسجون، صار لهم سنين ما يعاقبون.
عندنا ناس مفسدين لازمين لازم يد واعترافات ما يعاقبون. عندنا مسؤولين، يعني اسالك بالله احد المسؤولين اللي يقدم قبل فتره يقدم للمحاكمه بتهمه الفساد، خلال يومين يطلق صراحه، خلال يومين المحكمه تقول وانت هسه تتعارك لك واحد بس اي مشكله، يبعد لك اسبوع محكمه وشهود وقاضي، يعني ما معقوله يا اخي. لحد الان انا سؤال اطرحه، ليش اكو اتفاق بين الكتل السياسيه على ترحيل المشاكل وعدم معاقبه اي حرامي من الحيتان الكبار؟ اكو حيتان كبار يا اخي. الشعب العراقي اللي جاوبنا دكتور حسام، وطني على السيد العبادي دكتور حسام.